السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي أنت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، واللايك بيساعد بشكل كبير جدا إن الفيديوهات توصل لأكبر عدد من الناس اللي مهتمية بمجال السفر والتأشيرات وتعديل الأوضاع، وتعمل سبسكرايب في القناة. ونسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. وموضوع الحلقه بتاعت النهارده يا جماعه زي ما انتم شايفين من العنوان كده، وهو ليه في ناس كتير جدا بقت بتنتقد الهجره، ليه ناس كتير جدا بقت بتندم اصلا ان هي بتهاجر. فهو ده موضوع الحلقه بتاعت النهارده، فركز معايا كويس قوي علشان هقول لك الخلاصه من الهجره. من واحد تقريبا لف الحمد لله بفضل الله طبعا اوروبا كامله، في امريكا الحمد لله دلوقتي قاعد في امريكا. فدلوقتي انا هجيب لك الخلاصه. بصوا يا جماعه، دلوقتي احنا للاسف، ومش هكون ببالغ، 90% من الشباب اللي بيفكر ان هو يسافر، لو انت قعدت اتكلمت معاه بس 5 دقايق على بعض كده، هتلاقي ان هو اخر طموحه، يعني هو طموحه بيتوقف عند مطار القاهرة او مطار اسكندرية. طب انت عايز تسافر ليه؟ اصل الدنيا وحشة والدنيا. طب يا عم مفيش مشاكل، انت ايه البلان بتاعك؟ انت دلوقتي عايز تسافر، رقم واحد انت عايز تسافر فين؟ واخترت الدولة دي ليه؟ ولما تروح انت ناوي تعمل ايه؟ لو انت حضرتك عندك تلات اجابات على التلات اسئله دول، انا قعدت معاك بس 5 دقايق او 10 دقايق واقنعتني بالتلاته دول، انا هقول لك سافر. ما عندكش اي حاجه ولا انا عايز اسافر وخلاص، وانا الدنيا عندي في مصر او في سوريا بقى او whatever، يعني ايا كان انت قاعد فين. لا الدنيا وحشه وانا عايز اسافر وبتاع والدنيا. فخلاص صدقني هتروح هتفشل وهتتصدم بواقع انت ما شفتوش في حياتك، وهتلعن اليوم اللي انت طلعت فيه باسبور، مش ان انت بقى جيت امريكا او اوروبا او الدول العربيه. على فكره انا بتكلم ان جنرال. فرقم واحد، مفيش بلان محطوطه. رقم اتنين، انت ما بتقررش انهي دوله. يعني تعالى مثلا نتكلم مع اي شاب كده، اقول لك يا باشا انا عايز اروح اوروبا. طب حلو، عايز تروح فين في اوروبا؟ اي حته روح اوروبا وخلاص. يعني ايه اي حته يا عم؟ اسبانيا ليها قوانينها، البرتغال ليها قوانينها، كرواتيا ليها قوانينها، المانيا، فرنسا، السويد. يعني كل دوله من دول ليها يعني ليها اوراقها وليها حاجاتها وليها فرص عمل معينه هي عايزاها. يعني فرص العمل المطلوبه في اسبانيا غير اللي مطلوبه في النرويج، غير اللي مطلوبه في فرنسا، غير. فانت لازم تعرف انت راجل بتشتغل ايه، وانت ايه المتطلبات، وانهي بلد تتناسب معاك. انت فاهم قصدي؟ ده رقم واحد. ده بالنسبه للشباب اللي هي مثلا لا انا خلاص عايز اطلع. لا يا باشا مفيش حاجه اسمها كده، وخدها وانا قلتها والله العظيم يا جماعه في فيديوهات كتير. الفاشل في بلده فاشل في بلاد الناس. انا دي دايما المقوله دي تقريبا بقولها في كل فيديو. الفاشل في بلده فاشل في كل البلاد. فانت دلوقتي مثلا، انا عشان شخص مصري، فانا هتكلم مثلا عن مصر. انت مثلا عايش في مصر، نفس لغتك، نفس طباعك، نفس ثقافتك، نفس كل حاجه، ومش قادر تنجح وناقم على البلد. طب حضرتك دلوقتي مثلا هتقوم جاي رايح اوروبا، رقم واحد مش نفس لغتك، رقم اتنين مش نفس العقيدة بتاعتك، رقم تلاتة مش نفس الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. تمام؟ انت حضرتك وفي عنصرية، مش هقول لك مفيش، لا فيه. تمام؟ هل بقى انت في الاجواء دي انت هتقدر تعيش؟ انت هتصرف فلوس، استخراج تأشيرة وتذاكر طيران وإقامة فندق، وكل ده طبعا باليورو. تمام؟ أنا بتكلم على أوروبا. ولو بقى أمريكا وبتاع فده بالدولار، فدول كارثتين لوحدهم لأي مواطن مصري أساسا. تمام؟ فهتروح تصرف كل ده، وفي الاخر هتقول يا ريتني ومصر واصحابي وقعده القهوه وبتاع وهتخسر كل حاجه وهترجع من تحت الصفر. مش هقول لك من الصفر، من تحت الصفر. تمام؟ فعشان خاطري نصيحه من شاب زيكم ومريت بكل ده، لازم عند حضرتك يكون في خطه. انت دلوقتي عايز تسافر فين؟ انا مثلا شخص يقول لك لا يا باشا انا عايز اروح الدول العربيه، اقعد 10 15 سنه واعمل ملمين وارجع اعيش. حقه. خلاص اعمل خططك واعمل بلاناتك على ده. تمام؟ لا مثلا شخص تاني شبه انا مثلا، يعني انا اعوذ بالله من كلمه انا والله، والناس القريبه مني عارفه كده، انا كان بيجي لي عروض من دول عربيه تقريبا يوميا، بس انا كان دماغي كلها لا انا عايز اهاجر، انا عايز انقل حياتي بشكل كامل، انا عايز اعمل مستقبل لاولادي، عايز اعيش في مكان، بعد كده اخد اقامه دايمه، بعد كده اخد جنسيه دوله تقدر تدخلني جميع دول العالم، ابني يلاقي تعليم مجاني، يلاقي صحة مجانية طبعا على أعلى مستوى. فأنا كان دماغي وتفكيري من وأنا في مصر، يعني الكلام ده من سنين، إن أنا عايز ده. تمام؟
فكنت برفض جميع الدول العربيه، وايا كان المبلغ اللي كان هيجي لي، ما انا برفض، لان انا عندي هدف معين. تمام. ده تفكير تاني. في تفكير تالت مثلا الناس لا هي اساسا عايشه في مصر ومعاها فلوس والدنيا معاها ستيبل والدنيا جميله، بس هو عايز ياخد جنسيه دوله تانية. تمام. فعندك بقى الدول اللي هي زي الدومينيكان معرفش اسمهم ايه بصراحه، دول اللي هم بيدوا بالفلوس، بس خلي بالكم يا جماعه عشان الموضوع بقى نصب جامد جدا. تمام. وفي مثلا اللي يقول لك لا انا خلاص انا هروح اشتري عايز اولد ابني في مثلا في دوله من اللي هي بتدي الجنسيه بحق الارض، وهدي لابني الجنسيه وارجع، انا وضعي في مصر كويس وانا مش عايز اعمل حاجه. فتلاقي الناس دي مثلا بدات تروح بقى ايه، كندا، امريكا، البرازيل، المكسيك، اللي هي الدول اللي هي باسبورها قوي جدا دي، وفي نفس الوقت اللي هي ايه بتسمح لك ان انت تخش جميع دول العالم ولا بلا بلا. تمام. فده برضو جزء من الناس وتفكيره يحترم. انا مش هيتناسب معايا الجزء بتاع الدول العربيه، الشخص بتاع الدول العربيه مش هيتناسب معاه الفكر بتاعي. فانا لو رحت الدول العربيه انا هفشل، لان مش ده اتجاهي ومش ده اللي انا عايزه. تمام. لو الشخص بتاع الدول العربيه جه مكاني هنا في امريكا هيفشل، لانه مش هو ده اللي هو عايزه. تمام. فمش حته ان هي الموضوع مطار القاهره وعايز اتوكل على الله، لا الموضوع مش كده. الموضوع اعرف انت عاوز تعمل ايه، اعرف انت انا عايز كذا وانا متارجت الدوله دي، خلاص توكل على الله صدقني هتنجح. تمام. فهي دي يا جماعه والله العظيم 90% من الشباب اللي حتى بتوصل هناك بدات بتطلع على الفيسبوك تقول لك لا الدنيا صعبه وي 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 وي، لان حضرتك انت ما عندكش خطه، انت طالع من غير بلان. انا اتفرجت على التيك توك وشفت السويسي بيتصور في الدومو في ولا مش عارف اسمه ايه في ايطاليا ده. تمام. وبس انا خلاص انا عايز اروح اصور هناك. يا عم تروح يا لا انا هي ايطاليا. فهي الامور مش كده. السويسي نفسه يا جماعه بيقول لك ما تجيش بحر، يعني تعالى رسمي تعالى قانوني، يا تيجي فيزيت سياحه وتعدل وضعك، او ان انت مثلا تيجي بعقد عمل. فحتى السويسي نفسه يا جماعه اللي الناس كلها اخداه مثل اعلى، هو نفسه بيقول لك ما تجيش الاسلوب ده مش هينفع. بس برضو للاسف احنا شايفين الصور اللي هي في ايطاليا وفي ميلانو وفي روما وبتاع، فانا عايز اروح اعمل كده وخلاص. حتى لو وصلت انت بتتصدم بالواقع. انا كمان ما بكلمكش على الهجره الغير شرعيه، انا بكلمك عن الناس اللي طالعه نايمه يا باشا، قاعد في المطار والدنيا زي الفل. تمام. بيتصدم 4 5 شهور ويقوم جاي اخد بعضه وراجع تاني، ضيع شقه عمره، ضيع فلوس ممكن يكون اهله مسلفينه وبتاع، سوح الدنيا دي كلها وفي الاخر قام راجع. تمام. ده موضوع الحلقه بتاع النهارده يا جماعه. وما تنساش برضه لو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات، لو الناس مثلا عايزه ان انا اعمل فيديو على حاجه معينه برضه سيبوها لي في الكومنتات يا جماعه. وما تنساش تعمل اللايك والسبسكرايب يا حبيب اخوك، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.